السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني عشان نكمل أسعار العملات المصرية القديمة. هنتكلم عن العهد الملكي وخصوصا عهد الملك فاروق. معانا عملتين النهاردة، عملة الواحد مليم النحاس الأحمر وعملة العشر مليمات النحاس ونيكل الاتنين مع بعض. هنبتدي الأول بالنحاس الأحمر، عملة ملكية تم إصدارها من سنة 1933 ل 1938، وهي الواحد مليم. لها مواصفات نحاس أحمر زي ما حضراتكم شايفين اهوت، وجه الملك فاروق ومكتوب عليه فاروق الأول ملك مصر، ده وجه، والجهة المقابلة واحد مليمات، إصدار 1938. العملة دي متداولة وشائعة وفي منها كتير، في منها اللي بحالة الزيرو وفي منها اللي متبهدل شوية، لكن قيمتها مش عالية. قيمتها بتتراوح تقريبا من 4 دولار ل 6 دولار على حسب العملة، وفي منها ب 2 دولار لو العملة متبهدلة قوي. عملة ملكية وبكرر إصدار 1938، بتعمل من 4 ل 6 دولار، ده الواقعي بتاعها. أما العملة التانية فالعشر مليمات بتبقى بالشكل ده، مكونة من نحاس ونيكل، دائرية، بتحمل وجه الملك فاروق ومكتوب عليها فاروق الأول ملك مصر على الوجه اللي فيه صورته، والجهة المقابلة 10 مليمات، إصدار سنة 1938. سعرها مش عالي، تقريبا من 3 ل 5 دولار برضو على حسب حالتها. يعني اللي في ايدي دي ممكن تعمل لها 2 دولار لأنها مش بحالة الزيرو. العملة كل ما تبقى زيرو بتجيب فلوس، كل ما تبقى زيرو بتكون قيمة، كل ما تبقى قليلة بتعمل أعلى سعر وبتعمل عليها مزادات. مش كل العملات بتتباع، في عملات بتجيب 5 جنيه، وفي عملات بتجيب جنيه، وفي عملات بتجيب 100,000 جنيه. كل حاجة على حسب العرض والطلب. تابعوني على التيك توك محمد حكيم بورسعيد، لايك ومتابعة واكسبلور، وعلى اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد، ده اسم القناة. تشرفونا واشكركم واشوفكم على خير في حلقة جديدة. السلام عليكم.